يا صباح الهنا والسعادة. يا رب كلكم تكونوا بخير. مين فينا ما يحبش يقوم الصبح يفطر بكيكة لذيذة وهشة وسكرها مظبوط زي الكتاب ما بيقول بالظبط. وصفة النهاردة سهلة وسريعة ومظبوطة، وهقولك على كل الأسرار اللي تطلعها معاكي بالشكل ده. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، قناتي بتكبر بيكم ومعاكم. أول حاجة في بولة عندي هنزل بثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ، يعني طلعيهم من التلاجة قبل ما تشتغلي بنص ساعة على الأقل. ضفت عليهم كوباية وربع سكر مع نص معلقة صغيرة فانيليا. هخفقهم بقى بالمضرب اليدوي او المضرب الكهرباء زي ما تحبي لغاية القوام ما يبقى فومي بالشكل ده. بعد كده هنزل عليهم بنص كوباية زيت وكوباية حليب ساخن ومعلقة كبيرة من الخل الأبيض. هقلب كمان مرة وهبدأ أنخل بقى المكونات الجافة. عندي معلقة ونص كبيرة بيكنج باودر ونص كوباية كاسترد، وبديل الكاسترد هو نص كوباية نشا. هضيف كمان كوباية ونص دقيق أبيض، هنزل بيهم نص كوباية بنص كوباية. اضيف الدقيق واقلب من تحت لفوق بالشكل ده، واول ما الدقيق يختفي انزل بنص كوبايه كمان. ده قوام الكيك بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. ممكن بقى تحطوا الخليط كله في قالب كيك، قالب يكون الومنيوم، وممكن تحطوه في قوالب الكب كيك بالشكل ده. انا هعمل الاتنين. في قوالب الكب كيك ثبت الورق بنقطه ميه في القالب عشان ما تفضلش تتحرك يمين وشمال، وهبدا اوزع خليط الكيك واملى بيه 3 ارباع العين بالشكل ده. خبطتين 3 في الرخامة علشان اخرج منه الهواء الزيادة، وهدخل الكيك فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180. باقي الخليط بقى هحطه في قالب يكون مقاس 20، متبطن بالزيت وبالدقيق، وممكن تعملوا بيه كمان 12 وحدة كب كيك. الكب كيك اخد عندي حوالي نص ساعة وخمس دقايق تقريبا، وطبعا على حسب الفرن بتاعك. وبنختبر التسوية من وسط القالب بالشكل ده. ما تنسوش بقى بما ان القالب خفيف تحطوه في قالب تاني يكون ألومنيوم. شايفين جمال الكيك؟ ده شكله بعد ما قلبته لونه تحفة وخطير. هزينه بقى بشوية سكر بودرة بالشكل ده، واستنوا عليه شوية قبل التقطيع يبرد علشان ما يتفرفتش منكم. شايفين الجمال؟ قدموا بقى مع كوباية شاي ولا شاي بلبن، مفيش أحلى ولا أطعم من كده. بتمنى يكون الفيديو عجبكم وإنكم تكونوا استفدتوا منه، وأشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير بإذن الله. لو ليكم أي سؤال سيبوهولي في كومنت تحت الفيديو وهرد عليه على طول. أشوفكم بخير. كنت معاكم شيماء الحلواني. مع السلامة.